وفي بعض الروايات أن اسم الله الأعظم موجود فيها. إذا الإنسان يريد اسم الله الأعظم الذي لو قرأ على السماء لانطبقت على الأرض أو الأرض لارتفعت للسماء، موجود في آخر 6 آيات أو 3 آيات من سورة الحشر. وفي رواية أخرى من قرأ سورة الحشر لم تبقى جنة ولا نار ولا عرش ولا كرسي ولا حجاب ولا السماوات السبع والأرضون السبع والهواء والريح والطير والشجر والجبال والدواب والشمس والقمر والملائكة إلا صلوا عليه واستغفروا له. بسيطة يعني، السورة ليست بالطويلة. وإن مات في يومه أو ليلته مات شهيدا إن شاء الله.